السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه النهاردة أنا جاي أكلمكم عن حاجة سريعة كده، حاجة سريعة كده خفيفة، يعني مش هناخد وقت، فيديو صغير سريع كده عشان بس أشرح للناس اللي عايزين يجوا إنجلترا أو اللي عايزين يشتغلوا في إنجلترا وعايزين يعملوا فلوس من إنجلترا ومفكرين إن الحياة هنا حلوة وسهلة وجميلة ورخيصة. ده اللي أنا ماسكه في إيدي ده مرتب شهر واحد شغال عادي، يعني انا مش هقول لكم هم كام بالظبط، بس تعالوا هنحسبهم مع بعض كلهم. اهو دي فلوس حقيقيه، بريتش باوند، جنيه استرليني اهم. ده مرتب شهر لواحد شغال في شغل عادي، بيعمل عدد ساعات عاديه اللي هو اي حد بيعملها هنا وكل الناس. ده المستوى العادي اللي في البلد، الليفل الطبيعي. اوكي، ف90% من الناس اللي عايشين في البلد ده اللي بيعملوه في الشهر. تمام. طيب دي الفلوس دي مرتب شهرك بعد ما اشتغلت وتعبت طول الشهر. هنا الشغل بالساعة. اوكي، فانت بتشتغل 40 ساعة في الاسبوع، اللي هم 8 ساعات في اليوم، 5 ايام في الاسبوع ويومين اجازة. هنتكلم على العادي الطبيعي، انا ما بقولش ان في حد بيعمل بقى اوفر تايم ولا شغل زيادة ولا الكلام ده، كل ده العادي خالص. حلوين، شكلهم حلو دول بالظبط. لو حولتهم مصري هيطلعوا معاك حوالي 35,000 جنيه مصري في الشهر. تمام. بس انت مش عايش في مصر، انت عايش في انجلترا، فتعالى كده ايه نحسبهم. لو انت عايش لوحدك، مأجر أوضة، عايش جوه بيت، البيت ده عبارة عن 5 أوض ولا 4 أوض ولا 3 أوض، وصاحب البيت مأجره أوضة أوضة لكل الناس، فأنت أجرت منه أوضة. الأوضة دي إيجارها 600 جنيه في الشهر. 5 أدي 100، 1 2 3 4 5 أدي 200، 1 2 3 4 5 أدي 300، 1 2 3 4 5 400، 1 2 3 4 5 500، 1 2 3 4 5 600. دول هتدفعهم للراجل صاحب البيت إيجار الأوضة اللي أنت عايش فيها. وده الإيجار ده بيشمل الفواتير، مية، غاز، كهرباء، الكونسل، الضرايب اللي بتدفع على البيت، كل الحاجات دي. فانت هنا خلاص انت كده بتدفع ال 600 جنيه استرليني دول من مرتبك اهو. دول كده راحوا، تعال نشيلهم نرميهم على جنب هنا. فاضل لك ايه؟ فاضل لك دول. طيب انت تليفونك والانترنت بتاعك، لان ده مش انكلودد بقى مع الراجل صاحب البيت، ده انت اللي بتعمله لوحدك. تجيب التليفون اللي يعجبك وتدفع مع الشبكة اللي تعجبك. بس في العادي، في العادي تليفون وانترنت 40 جنيه اهو راح. خلاص فاضل لك ايه؟ فاضل لك دول. طيب انت في العادي اكلك وشربك طول الشهر في العادي 250 جنيه. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 200، 1 2 وادي 10. 250 جنيه دول ايه؟ خلاص. يبقى كده طلعنا ايه؟ اكلك وشربك، ايجارك وفواتيرك وتليفونك والانترنت. ده كده انت عايش عادي خالص. فاضل لك ايه؟ فاضل لك المواصلات عشان بقى تروح شغلك وترجع وتتحرك وتروح مواصلاتك. طيب تعالى، المواصلات بتاعتك هتركب اتوبيس، انا ما بقولش انك عندك عربيه ولا هتركب تاكسيات لا سمح الله، لا تاكسيات ده انت بتتكلم في كل دول هيروحوا على التاكسيات. ففي المواصلات العاديه هتجيب كارت اتوبيس هتستخدمه، ده هيكلفك في الشهر الكارت الاتوبيس ده حوالي 50 جنيه في الاسبوع، اللي هم 200 جنيه في 4 اسابيع في الشهر. فتعال نشيل 200 جنيه مواصلاتك. 1 2 ادي 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
150 160. احنا عايزين 200 جنيه مواصلات، راحت الفلوس. فده مستوى الناس العادية اللي ساكنين هنا واللي شغالين هنا واللي عايشين هنا. كل الفلوس اللي انت اشتغلت بيها طول الشهر دول اللي هم بما يعادل بالمصري 35,000 جنيه، عشان انا لو قلت لحد في مصر ان انا مرتبي بره في انجلترا في الشهر 35,000 جنيه كشخص عادي، هيقول لك اللهم صل على النبي. هو فعلا 35,000 جنيه في الشهر حلوين لو انت عايش في مصر، ده مش حلوين وبس، ده حلوين قوي. لو انت عايش في مصر وبتقبض 35,000 جنيه في الشهر، اهم في ايدي اهم، دول 35,000 جنيه مصري، بس انا مش عايش في مصر. دول بالاسترليني بالظبط 1050 جنيه. ال 1050 جنيه دول اللي هم يعني يعملوا ما بين 30 ل 35,000 جنيه مصري، حلوين قوي في مصر. لكن هنا في انجلترا زي ما وريت لك ملهمش اي 30 لازمة. هتصرفهم كلهم وهتحتاج عليهم كمان عشان بس تعرف تأجر بيت، تاكل وتشرب، تركب مواصلات، تجيب تليفونك وتدفع الكونتراكت بتاع الانترنت بتاعك. دول كده بس. لسه بقى لا اشتريت هدوم، لسه بقى لا خرجت بره، لسه بقى لا عملت رحت قعدت على قهوة، لسه ما عملتش اي حاجة. يعني انت حرفيا ماشي كده بالظبط ومش مكفينك. فعشان يكفوك بتضطر انك تروح تعمل شوية بقى اوفر تايم، فبدل ما بتشتغل 5 ايام في الاسبوع لا هتشتغل 7 ايام. وبدل ما بتشتغل شغلانة واحدة الصبح ممكن تشتغل شغلانة تانية بعد الظهر. النهاردة الكريسماس والبلد كلها بتحتفل بالكريسماس وكلنا اجازة، وانا قاعد اجازة كده وانا والعيال بنجهز الترابيزة. احب اقول لك ان كل اللي انت شايفه قدامك ده ال 1050 دول وعليهم كمان 150 جنيه، يعني انا بوصل دول ل 1200 جنيه عشان بس ادفع القسط بتاع البيت اللي انا عايش فيه ده، فقط لا غير. اما بقى بعد كده فلسه في كمان، هو طبعا ده مش مرتبي بس ده بس جزء منه. انا بشتغل لوحدي، انا شغل خاص فماليش مرتب ثابت. ولكن كل ده ممكن يضيع بس لو انت هنا مشتري بيت وعندك قسط بتدفعه للبيت بتاعك. كل ده واكتر كمان، تحط عليه كمان 200 جنيه ولا حاجة عشان بس تدفع القسط بتاع البيت، بس هو بيتك انت مش مؤجره. وبعد كده بقى كمان لازم تجيب فواتيرك، اكلك وشربك وعيالك وعربياتك. فانت محتاج قد دول كمان مرتين علشان تقدر تعيش شهر واحد بس. الموضوع مش سهل زي ما الناس فاكرة، ولكن لو عايز تعيش عيشة ضنك لما توصل هنا يدوب دول هيعيشوك العيشة الضنك. اما بقى عشان تقدر تحوش فلوس او تبعت فلوس لمصر الموضوع اكتر من كده. ده كان بس توضيح بسيط لطريقة العيشة هنا، ولو عايزين تفاصيل اكتر اكتبها لي في الكومنتات تحت وانا هشرحها لك في فيديوهات تانية هعملها برضو. انا اجازة لحد يوم، هرجع الشغل يوم الاربع اللي جاي ده، فاجازة النهاردة لحد وبكرة اتنين والتلات كل ده اجازة، فانا مبسوط جدا ان انا اجازة. فبعمل لكم فيديوهات على قد ما اقدر في الاجازة دي عشان بعد كده هرجع الشغل تاني والموضوع هيبقى صعب شوية. ولو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب، اكتب كل الكومنتات اللي انت عايزها وانا هجاوبك عليها. اشوفكم تاني على خير. اروح بقى اصرف دول. السلام عليكم.